وهنسلحها مانيوال من غير النافيت. احنا كده هنسلح تسليح مانيوال، النافيت كده نعتبر ان هو مش موجود معانا. هنرسم اول حاجه عمود، ناخده كده، ده احنا في ليفل 2 بالنسبه لنا. هنقول له دبث ليفل 1 بس الوحده طبعا مش متظبطه، هنظبطها ان شاء الله دلوقتي. هنقول له يو ان، نقول له يو ان ونخش على اللانس زي ما اتعودنا، نقول له مليمتر. تمام، ده عمود ستيل كما هو الديفولت. نخش هنا نغيره باي حاجه ونعمل له كمان مره، نحط كمان يعني نحط الخضار اللي احنا عايزينه. طبعا ناخد بالنا من النقطه ان احنا بنبقى عاملين تمبلت لما نفتح مشروع من الاول، يعني انا جاي لي مشروع فانا المفروض ان انا هبقى شغال فتره ما من حياتي قبل ما اخد شغل ريفت ان انا بعمل تمبلت، والتمبلت دي جاهزه عندي. يعني مش كل مره هخش اعدل اليونتس واعدل حاجات، لا طبعا مفيش الكلام ده، يعني هو بس احنا بنكررها عشان تثبت في دماغنا، لكن هي اكشلي ما بتعملش كل مره، هي بس مره وخلاص. تمام، اوكي. هنخش نريديفاين العمود ده، نقول له ايديت تايب، نقول له دوبليكيت، خليه 500 في 600 عشان بس يبقى فيه اختلاف شويه، كانت تبقى شكلها برضو مختلف. فهديله 500 وهديله 600 وهادي اقول له اوكي. ده كده شكل العمود بتاعي. طب عظيم جدا. هسلح منين بقى؟ هنلاقي البانل اللي اسمها رينفورسمنت. تمام، دي اللي مسؤوله عن فكره التسليح اللي بيحصل في الريفت. خلاص، طيب هقول له ريبار، هيفتح لي مسج بيقول لي انا هعمل لود للريبار، اقول له اوكي. طب بس قبل ما نقول له اوكي تعرف على كام حاجه كده. هو احنا ايه المهم بالنسبه لنا في البانل دي كلها؟ المهم بالنسبه لنا الريبار ده والاريا ريبار، الكفر. تمام، دول مين اللي مهمين بالنسبه لنا كده. طيب خلينا نشوف بقى اول حاجه اللي هي الريبار. مسج هنقول له اوكي، هتلاقيه بروسيد عادي وفتح الدنيا بشكل لطيف. تمام، طيب مبدئيا لما نيجي نفتح هنلاقي ان الاقطار اللي عندنا مش اقطارنا، الاقطار دي مش الفاي 8 او الفاي 10 والقصه دي. طب عشان نعمل لود للاقطار بتاعتنا يا اما نعدل في دول يا اما نعمل لود على طول حاجه جاهزه. فعشان نعمل حاجه جاهزه يعني هنقف هنا نقول له لود شيبس، بقينا عارفين بقى نخش لها منين. هنخش على اليو سيمتريك، تطلع بره اليو سيمتريك، خش على الايجنت، خش على ستراكشر ريبار، هي ستراكشر ريبار شيبس، خد اي واحده فيهم وقول له اوكي. اي واحده فيهم هتلاقيها تحمل اقطار مختلفه، الاقطار بتاعتنا هتلاقي اسمها ام كذا ام كذا ام كذا. تمام، طيب اعمل كده اسكيب، تعالى نسلح كمان مره، افتح اقول له اوكي. مبدئيا انا عايز اعمل كانه، فالكانه دي تبقى فاي 8، فهي بص هنا كده مش هلاقي فاي 8، هلاقي فاي 10 اول حاجه، فهاخد فاي 10 بتاعتي بس بقيه الاقطار ان شاء الله موجود. اقول له ايديت تايب، اظن 12 كمان ممكن ما يبقاش موجود، 12 مش موجود. تمام، طيب هقول له دوبليكيت وهقول له 8 ام. طيب اول مشكله هلاقيها عندي ان انا عندي البار دايمتر وكل الستاندردز دي متاخده بالايه؟ بالانش، انا مش عايزها بالانش، يبقى كده لازم اخش على اليونتس. فهقول له اوكي واقول له يو ان، هخش هنا كده بقى الكومن، هخش ستراكشر. طيب ايه اللي انا ممكن احتاج اعدله؟ خلونا ننزل كده واحده واحده ونشوف ايه اللي ممكن نحتاج نعدله متعلق بالريبار. نمسك الجراحه بس كده، هنلاقي ريبار فوليوم هتنفعنا شويه في الحصر، لو عايزين نحصر كميات ده مش هنعمله المره دي، ولكن يعني خلينا نحطها. طيب هنقول له كيوبيك سنتي وليكن، ماشي، نقول له اوكي. بعد كده الريبار لينث، ولكن هينفعنا فهنظبطه نخليه مليمتر. هنا الراوندنج هنخليه 3 ارقام عشريه زي ما اتفقنا، نقول له اوكي. طب حلو قوي. reinforcement area دي هتنفعنا، خليها بالمليمتر وحط 3 ارقام عشريه. بالنسبه لقصه اليونت سيمبل دي لو حطيناها او ما حطيناهاش هي بتظهر لنا بس الوحده، يعني تنفعنا مثلا لو بنعمل دايمنشن ولا حاجه، يعني خلينا نتكلم في مساحه الدايمنشن ان شاء الله، يعني بلاش نقعد نوصف، لما يجي شغلات الدايمنشن نبقى نتكلم فيها ان شاء الله. تمام، الرينفورسمنت سبيسنج ده مهم جدا بالنسبه لنا دلوقتي، فهناخده معانا نقول له مليمتر وناخد ارقام عشريه. ننزل كمان مره، كنا واقفين هنا عند الرينفورسمنت سبيسنج. طب الرينفورسمنت كفر ده مهم جدا بالنسبه لنا،
ناخده نقول له بالمليمتر و3 ارقام عشوائيه. البار دايمتر ده مهم جدا، ناخده بالملي و3 ارقام عشوائيه، مش هتحتاج ده قوي يعني، بس خلونا نوحد يعني. سكشن دايمنشن احيانا بيبقى بنحتاجه بالمليمتر و 3 ارقام عشوائيه، فهنقول له اوكي. هيقول لك انت غيرت اليونتس، ده هيأثر على الراوندنج، قول له ماشي تمام، انا عايز يأثر على الراوندنج. حلو قوي. اعدل اول حاجه في السيخ بتاعي اللي انا عايزه، هقول له ايديت تايب. مبدئيا هو البار دايمتر بتاعه لحد دلوقتي المعلومه اللي انا عارفها ان البار دايمتر هيبقى 8 مش هيبقى 9.5، فهقول له اوكي. انا عايز اشوف شكل الكانه اللي انا عايزها، يعني ده كده بالنسبه لي ده خط مستقيم يعني سيخ عادي، كل ده انا مش عايزه، انا عايز شكل الكانه. انزل ادور عليها واحده كده، وعلى كله بالسكرول هلاقي اسمها تي 1 ريبار شيب. طيب تيجي تبص هنا كده تلاقيه مش راضي يحطها لك. طب مش راضي يحطها لي ليه؟ في حاجتين مهمين لازم اتكلم فيهم قبل ما احط سيخ حديد. تمام، اولهم البلاسمنت بلان، انت عايز تحط فين بالظبط. طيب دي عشان نفهمها لازم نرسم كمان عمود او ناخد سيكشن في العمود. خلونا ناخد سيكشن في العمود ونشوف الاورينتيشن بتاعه النقطه دي مرتين. تمام، ناخد سيكشن هنا كده عشان يجيب لنا العمود بطوله. تمام، هقف هنا كده اقول له جو تو فيو، اكبر ده شويه بس يظهر معايا. انا كده عندي العمود. تمام، عايز اخد سيكشن بقى في العمود بالعرض، يعني نفهمها بشكل احسن. ودي احنا بنتكلم ان احنا واقفين في الدور الثاني، فانا باصص لتحت، انا واقف هنا كده وباصص لتحت. طيب لما ابص لتحت هبقى انا شايف اي طبقه من العمود، شايف الطبقه اللي فوق دي. تمام، العمود حقيقي ليه كام طبقه؟ ليه طبقه فوق، طبقه في النص، وطبقه تحت. طيب دلوقتي انا لو انا واقف في البلان هنا وبرسم الحديد ده، المفروض يكون بيترسم فين؟ الطبقه اللي فوق. عظيم جدا. طب انا عايز ارسمه في النص، عايز اخد سيخ ارسمه في النص. هيفرق في ايه؟ في ولا حاجه، ولكن عشان تفهموا نقطه الاورينتيشن دي، عشان لما تلاقيه مش راضي يحط حديد تبقى عارف هو ليه مش راضي يحط حديد. اما في الاول وفي الاخر انت رسمت الحديد فوق، رسمته تحت، رسمته في النص، ففي نهايه الامر هو هيترسم في الهوست. الاستراكشر ريبار او الريبار عموما وفي اليمنتس ثانيه لازم يكون ليها هوست. الهوست ده اللي هو مضيف. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا اخواتنا بتوع الكهرباء عايزين يحطوا فيشه اللي هي البريزه بتاعت الكهرباء، في اللي هو مكان الفيشه اللي هو بيتفرغ في الحيطه، عشان يحطها لازم يبقى فيها هوست اللي هي حيطه، ما ينفعش يحطها في الفراغ. تمام، فبالتالي الريفت متبرمج على كده، انت ما ينفعش تحط حديد تسليح في الفراغ. لكن لو بنتكلم في ستيل لا حط براحتك، ما هو فاهم. ولكن لو قلت له ستراكشر ريبار ما ينفعش يتحط في فراغ، لازم يتحط يبقى في اليمنت بيحتويه. تمام، طيب ففي الاول وفي الاخر لو انا رسمت هنا او هنا او هنا، طالما انا محدد الهوست ان هو العمود ده، فهو هيحط العمود ده من الاول للاخر، ما تشيلش هم القصه. ولكن اللي بيفرق معانا بشكل كبير ان احنا نيجي نبص عليه في البلان ونيجي نسلح نلاقيه مش راضي يحط تسليح. فالعوض بس نفهم هو ليه مش راضي يحط تسليح. فاحنا كده قلنا ان احنا في ليفل 2 احنا شايفين العمود من فوق، عايز ياخد سيكشن بالعرض، اروح جاي قايل له سيكشن، مش راضي يعمل لي سيكشن. اخش هنا كده بدل ما هو سيكشن اخليه ديتيل، ودي طريقه تنفعنا بعد كده ان شاء الله لو احنا بناخد. تمام، انما هي فوق مش باينه، فممكن ابقى محتاج ارسم له واحد هنا وواحد هنا، فعشان كده اخد بالي ان انا اعملها ديتيل فيو احسن بكتير. خلاص هنا كده هتلاقي الديتيل فيو ابن حلال وتتاخد معاك عادي في السيكشن، مفيش مشكله. اقف هنا كده اقول له جو تو فيو. طيب حلو قوي كده. هنقفل بقى السيكشن ده مش عايزينه، هنفتح دبليو تي نفتح الاثنين ونضيفهم ببعض. انا ده عندي العمود من فوق، ده عندي العمود في منطقه ما في النص. تمام، ما هو نفس العمود. طيب حلو قوي. انا عايز التسليح. اوكي، نزوم بس على شويه كده. طيب بص بقى على البليسمنت، عندك 3 اختيارات. بص هنا كده بيقول ايه؟ كارنت ورك بلان، وبص راسم لك ايه؟ راسم لك ان كانك راسم سيكشن في النص. يعني ده ورك بلان في منطقه ما بين التوب والبوتوم بتوع الاليمنت. تمام؟
اما هنا النير كفر، الوش اللي قريب ليك ده الفار كفر، الوش التاني. تمام. فلما اجي ارسم، لو انا واقف هنا كده، ده انا هنا كده في ليفل 2، فلو وقفت هنا كده قلت له نير كفر، جيت ارسم هيرسم معايا عادي. طب جيت انا هنا كده غلطت وقلت له كارنت ورك بلان، لا ما بيرسمش. طب تعالى نخش في الثانيه. هقول له كارنت ورك بلان، هيرسم معايا عادي. مش مهم بس. طيب تعالى اقول له نير كفر او فار، بيرسم. بس هنا لما هيرسم تمام، مفيش مشكله، ولكن مش هيظهر لك في الفيو. تمام. طيب خلينا نقفل ده ونسلح بده. انا في البليسمنت هقول له ايه؟ هقول له النير كفر ريفرنس، عندي اهو شكل الكنه مرسوم. لو دوست سبيس هتلاقي قفل الكنه بيتحرك معايا في كل حته كده، اترسم معايا. تمام. تعال نفتح نخليها فاين، هتلاقيها ظهرت لك 3 دي. حلو. ده مرسوم فين؟ تعال نبص كده. انا السيخ ده بتاعي ده فاي 8، ما عنديش مشكله فيه، دنيتي تمام ان شاء الله وما عنديش اي مشكله. اوكي. ارسم السيخ اللي بعديه. ايه السيخ اللي بعديه؟ الحديد الرأسي. الحديد الرأسي او الحديد اللي هو الستريب بارز، هو اول شكل بيقابلك اللي هو 0 0. تمام. ده فاي كام؟ ده فاي 16 وليكن. تمام. كده انا عندي اول اختيار حددته اللي هو نير كفر ريفرنس. طب تاني اختيار ده اختيار مهم جدا، بيقول لك اختار حاجه من 3. احط لك السيخ ده بارل تو ورك بلان، انت عايزه موازي للورك بلان. طب ايه ورك بلان؟ ورك بلان هي المنطقه دي اللي هنرسم عليها، اللي هو البلان بتاعنا. انا كده شايف البلان ده، انت عايز تحط السيخ ده موازي للبلان بتاعك. تعالى كده نجربه. بص هو كده راسم ايه؟ موازي للورك بلان بتاعك، بيطلع له كده، بياخده على اعتبار ان هو يبقى في الاتجاه ده، تيجي كده شويه تلاقيه خده في الاتجاه التاني. تمام. تعال نبص على الاختيار التالت. هتلاقيه قاطع الورك بلان. يبقى نستنتج من كده ان الاختيار الاولاني ده موازي او في نفس مستوى الورك بلان او البلان بتاعنا. مثلا كلمه ورك بلان دي يعني في مستوى البلان بتاعنا، موازي ليه، يبقى موازي للصفحه. هنا كده عمودي على الصفحه. تمام. انا عايز حديد عمودي على الصفحه طبعا. ده السيخ بتاعنا اهو، ونخليه فاي 16 ونقوله ماشي كويس. احطه هنا عشان نخليه نحط واحد تاني الناحيه التانيه هنا كده. حلو. اعمل له اري؟ لا مش محتاج اعمل له اري. ليه؟ عشان الحديد فيه خاصيه اري، يعني مغيرينها مسمينها ريبرست. تمام. فهم كانك بتعمل اري عليها بشكل سهل يعني. هنا كده لما اقف على السيخ ده هيقول لي ده سنجل ريبار، ده ريبار واحد. طب انا مش عايزه كده، انا عايزه فيكسد نمبر. انا عايز احدد هنا 5 سياخ هنا 6 سياخ. طب حلو قوي، اقول له فيكسد نمبر، هتلاقيه خده في الاتجاه ده. تمام. طيب انا عايز في الاتجاه ده كام سيخ؟ هقول له والله انا عايز 4 سياخ. اوكي ماشي. بس ناخد بالنا ان في هنا كده سيخ مرسوم بالزياده، انا كده مش عايزه، صح؟ طيب عشان اعمل القصه دي اعمل ايه؟ اقف هنا كده على الشمال، اختاره لوحده، اعمل له ديليت. خلاص انا كده عندي واحد مرسوم. هات دول كده، خدهم كابي من هنا لحد هنا، ودي ماشيه كويس ان شاء الله. يبقى عندي هنا، انا عندي هنا 1 2 3 4، خلينا نخلي هنا 5 اسياخ، ونخلي هنا برضو 5 اسياخ، وليكن دول كده 5 اسياخ. لطيف جدا. طيب عايز اقسم المنطقه اللي هنا ارسم فيها سيخ تاني. طب تعالى كده نقول ريبار سيخ،
نفس الاعداد بقى اللي هي اخر الاعدادات هي لسه ستيل موجوده معايا يعني. عايز ارسمه، انا عارف ان كده 6 سياخ، بس انا مش هعرف اقسط بقى هنا واقعد اقيس والقصه دي كلها. عايز ارسم الموضوع بشكل لطيف. ارسم ده فوق ده كده، بعدين اعدي كده وامسكه، بعدين نقف هنا كده اقول له فيكسد نمبر، هتلاقيه بيرسم في الاتجاه التاني. طيب اوكي، خليهم 6 مرسومين في الاتجاه ده. انا مش عايزهم في الاتجاه، عايزهم في الاتجاه التاني. هقول له روتيت، اعمل روتيت من هنا لحد هنا. طب في طريقه تانيه احسن عشان موضوع الروتيت، انا عايز اخلي النقطه اللي بيدور حواليها السيخ نفسه، مش منطقه ما هو بختارها. يعني انا دلوقتي عندي النقطه الاوريجن بتاعي اللي انا بدور حواليه مش سيخ من بتوعي، ده سيخ من قدام. فعشان اغير النقطه اللي هو مرتكز فيها هقول له بليس، واقول له والله لففهولي وليكن من هنا كده، لقيته غير الاوريجن بتاعتي. هقف من هنا كده والف 90 درجه، لقيته لف معايا. عظيم. هاخد ده موف من هنا كده، هاخده عند اخوه، عظيم. دول كام سيخ؟ 1 2 3 4 5 6، عشان هو كان راسم على الدايركشن الصغير. طب عايز اشدهم كده. عندك هنا سهمين ممكن نشد منهم ولا تبقى كويسه. حلو قوي. انا كده عندي هنا سيخ متكرر مرتين، وعندي هنا كده سيخ متكرر مرتين. هنعمل فيهم ايه؟ ممكن اقول له انا عايز ارسم ديتيل لاين دي ال. ده خط عادي خالص، خط مساعد بيتمسح اخر ما بيخلص، ولو اتطبع في 3 دي ما بيبانش، لكن لو اتطبع على بلان بيبان. اقف هنا كده. انا هنا مينلي محتاج كام سيخ؟ محتاج 4 صح؟ ولكن مش هغيرهم دلوقتي. اسحب ده هنا كده اوله، واسحب ده هنا كده اخره، وبدل ما كانوا 6 هخليهم 4. اظبطوا معايا. اعمل دول ديليت، اخد دول لهم كوبي من هنا لحد هنا. ولكن الرسم مش افضل حاجه. تمام. مبدئيا القفل الكندا ده كبير قوي، شكله قدة جدا يعني، وبعدين السيخ ده مبهوأ يعني كبير شويه على الدايمتر ده، فهظبط شويه الحاجات دي يعني الدنيا تبقى شكلها لطيف شويه. طب انا عندي السيخ اللي بيقفل عليا او اللي انا يعني محوط عليه فاي 16. تمام. لو دخلنا كده جوه على الدايمتر بتاعه هنلاقيه 15.9 يعني. تمام، ماشي البورده ماشيه. تعالى هنا امسك السيخ التاني ده اللي هو فاي 8 اللي انا عامله، هقول له ايديت تايب. طيب عندي حاجه هنا مهمه قوي اللي هي ستيرب او تاي بند دايمتر. تمام. ده هو هيلف على قطر قد ايه؟ انا بالنسبه لي هعتبر ان 16 مللي بتوع السيخ افضل حاجه يلف عليها عشان ده شكلها يبقى لطيف. طب هقول له دي والله 16. اوكي، اقول له اوكي. شكله بقى منطقي اكتر وبقى شكله لطيف. طيب السيخ الطويل قوي ده، الليج الطويل قوي ده، الليج من الحاجات البايخه عموما، ولكن ايه يعني احنا هنعملها ان شاء الله. بقول لحضرتك ان هو الهوك ات ستارت والهوك ات اند. بالنسبه للسيخ ده انت مش هتعرف تحدد مين الهوك ات ستارت ومين الهوك ات اند، لان هما الاثنين لازقين في بعض. تمام. فهو مديله اسم، الاسم ده طبقا ليه بنحدد طول الهوك ده. حلو. طب قول له ايديت تايب، وخش هنا كده يقول لك هوك لينث. دي الحاجات اللي متوفره اللي موجوده في البرنامج، ولكن هو هيطبق مين؟ هيطبق دي اللي هي تاي او ستيرب سايزميك 135 ديجري 60 مللي. تمام. طيب يعني 6 سم. انا شغال بالملي، هقف هنا كده اقول له والله دي خليها لي 60. اجي هنا كده اقول له اوكي. هتلاقي السيخ ده صغر وبقى شكله منطقي جدا. خلاص. طيب
هيبقى عندي نقطه الا وهي الكفر ده انا عايز احدده، هو لغايه ما حددتش كفر لسه، فعايز اقول له كفر. طب هخش امسك العمود واقول له ستراكشر، واخش على الكفر عند الرينفورسمنت، اخش على الكفر واقول له الحاجات دي مالهاش اختصارات، فبنشتغلها من الريبون ومن التاب على طول. فهقول له كفر، الكفر اللي عندي انا عايز اعرفه، فهخش هنا اقول له ايديت كفر سيتنجز، هتلاقي كل الكفرات اللي في البرنامج ولا واحد فيهم مناسب ليا. فهقول له اد، هعمل الكفر بتاعنا واقول له كولومز كفر، له اسم تشيبه او حاجه ناخد بالنا منه، هخليه 25 مللي وليكن، واقول له اوكي. تمام كده اتغير؟ لا ما اتغيرش. انت لازم حضرتك تيجي هنا تقول له انا هختار الاليمنت كله ولا عايز كل فيس يمشي بكفر شكل. عاده هيبقى الاليمنت كله، فاقف هنا كده اقول له اليمنت كله، اقف هنا كده واختار الكولوم كفر، تبص تلاقيه اتغير معاك على طول. التقسيط نفسه اتغير وسع معاك واتغير، ولا بقى نقعد نشد ولا نقعد، ما فيش الكلام ده يعني. ما شاء الله الدنيا لطيفه جدا. هتلاقي بس احنا عملناها مانيوال هي دي، فهتلاقي هنا اوسع من هنا شويه، دي الحاجه الوحيده عشان احنا دي عملنا فيها حيله. تمام لو عايزين نظبطها ممكن نظبطها ان احنا نعمل ديتيل لاين وليكن هنا كده، ونيجي نعمل ديتيل لاين ما بين ده وما بين ده وليكن، ونشوف دي فين النص بتاعها من حيث النص تلاقيه منطبق يعني، ده شكلها متظبطه. وبعد كده نقيسها، انا حاسس ان دي اوسع من دي شويه، دي اريا معانا 113 دايمنشن كده، دي متظبطه اتظبطت لوحدها، وده ممكن خداع بصر او حاجه. تمام طيب دلوقتي عندي بقى حاجه ان انا عندي كنات لسه جوه عايز ارسمها. تعالى نجرب نرسمها. خش على ايبار، بعد شويه المسج اللي هي المزعجه دي ما بتطلعش، يعني بتطلع بس اول كام مره كده انت بتشتغل بيها، وبعد كده ما بتطلعش تاني. عايز اخش على الاستيريو كمان مره، اجي اقف هنا هلاقي عندي مشكله، نظبطها خليها بارل. تمام خلينا نظبط الدايمتر برضو بالمره. تمام هلاقي عندي مشكله ان هي بتتعامل كبير، يعني بتتعمل على البارامتر كله، رسمتها كده هي بتتعمل على البارامتر كله. تمام كده مرسومه على كل البارامتر، انا مش عايزها كده. طب هعمل ايه؟ خدها كابي كده بعيد، بس افصل ما بينها وما بين الحديد بتاعك، لان هو بشكل او باخر بيرتبطوا ببعض. تمام طيب فاكرين احنا الفاميلي طبعا لسه واخدينها اخر مره. طيب عايزين نعرف دي فاميلي، يعني دي كده ستراكشر ريبورت او تاي او هي اسمها يعني كفاميلي اسمها ستراكشر ريبورت، بس هي تاي او ستيرب، والتاي او ستيرب دي فاميلي المفروض ان انا اعرف اعدل فيها. فلما اجي ابص على البارامترز بتاعتها هلاقيها ان هي انستنس بارامتر بس كلها A B C D E F، انا مش عارف ايه دول اصلا. فعشان اظبطهم يا اما اشد من هنا واشوف ايه اللي اتغير قدامي، ودي حاجه يعني مرهقه للعين شويه وممكن حاجه تتلخبط معايا، فممكن اقول له edit family واقول WT عشان افتح الاثنين قصاد بعض. تمام انا عندي القفل هنا، فخلينا نلف القفل بنفس الطريقه بحيث ان احنا نبقى شايفين، نبقى عارفين البي فين والدي فين. تمام فالاثنين كده قفلهم واحد. فقال لي هو هنا ان انا عندي العرض من تحت اسمه دي 4 انش، يعني غيرنا الوحدات خليها ملي، هتلاقي ده كده الدي. تمام اللي هو البعد اللي تحت. طب عظيم. والبي البعد اللي فوق. تمام عظيم. دول اللي انا مين اللي عايز اغيرهم، بس اغيرهم على ايه؟ على انهي اساس؟ انا همسك السيخ ده مع السيخ ده بكده واحده. طب اشوف المسافه بينهم هتبقى قد ايه؟ اقف هنا كده على الطرف من هنا لحد هنا، ده كده قول 225. حلو. هل البعد ده يبقى 225؟ طب 225 دي جوه الكنه ولا بره الكنه؟ دي جوه الكنه.
تمام. فبالتالي هبقى محتاج ازود دايمتر من هنا ودايمتر من هنا. تمام. طيب انا عايز اظبط الشكل كده شويه، هاخد ده موف اللي تبقى شكلها الطف شويه، او خلينا نغيرها بره عشان ما تتلخبطوش وبعدين يبقى نشدها. انا عايز اغير البي، احنا قلنا 225 خلينا نقول هتساوي 225 زائد 16 دي كده البي، والدي نفس الموضوع، هاخد ده كوبي واخد ده كوبي، كنترول سي كنترول في، قفلت معايا مظبوط. تمام. خد بالك كان ممكن نقول غير سكتش ونعدل بايدينا، بس كنت هتلاقي قفل الكانه ما بيظبطش معاك، يعني هتلاقي قفل الكانه زي ما شفتوه من شويه، يعني نفس الحركه دي كده. تمام. احنا مش عايزين كده، عايزين نغير الموضوع بشكل اوتوماتيك بحيث ان احنا عندنا ادفانتج عاليه ان احنا خدنا الفاميلي بدري، فده هيسهل علينا بقى. كنا قبل كده بنتزن شويه في ان احنا نظبط القصه دي لحد ما ندخل التيم في الفاميلي، بعدين نقول لهم ان الموضوع كان بسيط بس احنا كنا يعني تعبين نفسنا على الفاضي. فكويس ان احنا اتكلمنا في الفاميلي بدري يعني. كده ناخد ده موف ونحطه هنا. عايزين نطلعها فوق شويه بالاسهم، هي ما بتصغرش، هي بتتحرك بس في واحد وراهم داريها، يعني هي بتاعها ما بتصغرش. تمام. يعني كده بتشبه تبقى لطيفه. نقفل الفاميلي، مش عايزين منها حاجه. شكرا. نقول بعدين عايز ارسم هنا لينك، فاخش على ريبار زي ما انا. اللينك دي اخر شكل خالص، يعني تحت خالص كده نلاقي ده اللينك. تمام. ناخده معانا. بالمناسبه لو دوسنا مسطره هنلاقيه بيلف معانا. تمام. هرسم له هنا كده، نعدله شويه ليكن كده كمان شويه. دي كده، ده كده اتجاه لطيف قوي. احطه له هنا. تمام. ده كده شكل اللينك. خلاص. وبص على الاند هوك بتاعه، احنا بالنسبه لنا عندنا 135 اللي احنا محددينه مع بعض، فهتلاقي الطول ده زي الطول ده، ولكن هنا في 90، ف 90 دي نظبطها، يعني انت عندك هنا هوك بس لافف على 90 درجه. تمام. نفس طريقه ال 135 اللي عملناها من شويه هتظبط ال 90، يعني عايز تظبطها ولا تصغرها ولا تكبرها براحتك. تمام. احنا كده خلصنا اللينك. نفس الطريقه هاخد دي كوبي، هاخده مرتين، مره هنا كده، بعدين اظبطه واخده هو نفسه كوبي، اخد من هنا اديه 90 درجه، بعدين اخده موف من هنا لحد هنا. طبعا مش مظبوط معايا لان هنا السبيسنج متغير، بس هقربه كده وممكن اشد كده على فكره، بس هتلاقيه فصل، يعني بص هو كده فصل. تمام. ممكن اعمل اندو واظبط على الاتجاه ده، يعني ارفع بالاسهم او بموف، الاسهم هتشدنا شويه، ممكن بموف، ممكن من هنا كده مثلا شويه كده، ولما اقرب ظبطها بالاسهم. انا الجنب ده عندي كده مظبوط، وممكن الجنب اللي بعيد عن القفل اشده بقى خلاص، يعني رخم عليا ابقى افتح الفاميلي واعدل منها على طول. تمام. كده اتظبط معايا، هاخده كوبي زي ما هو، يعني المفروض دي مكانتش كده اصلا، المفروض دي كانت تتشد تحت شويه. انا ممكن اخد دي موف من هنا لحد هنا، بس ان في حاجه اتفقت معانا غلط، ناخدها كوبي بلاش موف من هنا لحد هنا. تمام. وناخد تعمل لها ديليت. احيانا بيبقى في كونسترين حصلت ما بين ده وما بين ده من غير انت ما تشوفها، يعني احيانا بيبقى هو ربطهم مع بعض، فتحرك حاجه حركها بكوبي وبعدين دلت الاوريجن لما تكون شايف ان في كونسترين. هتبان لنا قوي ان شاء الله في الكولابوريشن، احنا بنشتغل في الكولابوريشن
ده هيبان لنا جدا ان شاء الله. خد دول كده. تمام؟ تمام. لحد دلوقتي انا كل اللي عندي هي كانه واحده انا عاملها فوق. انا الكانات دي بالنسبه لي ما اتكررتش، فانا عايز اكررها. همسك هنا كده، همسك هنا كده، انا دايس على كنترول، امسك هنا كده، امسك هنا كده، وامسك الكانات كبيره، واجي هنا كده في ريبارسات اقول له هي مش سنجل، هي هتشتغل على الماكسيموم سبيسنج. كل قد ايه؟ كل 200. قد ايه هو بيعد؟ لما لو 100 هيبقوا 30 كانه، لو 200 هيبقوا 16 كانه، 16 كانه. طيب جميل قوي، بس الشكل حزين، يعني الشكل ده كده سيء جدا. انا عايز اظهر الشكل اللطيف بتاعي بتاع الحديد اللي بنشوفه في الاعلانات كل شويه تظهر على الفيسبوك. عايز اشوف الشكل اللطيف بتاعي ده، شكل وحش. طب عايز اظبطه، عايز اعمل ايه؟ عايز فاين، ادوس رياليستيك، مش هشوف حاجه. تمام، همسكهم كلهم كده، واخش على فلتر، اقول له ستراكشر بار، اقول له اوكي، ننزل معايا كده شويه، هتلاقي راوندنج اوفر رايت، دوس عليها، خليها اوفر رايت للنيرست بس، دي ليها عله. اوكي شوف كمان مره، ستراكشر بار، الفيو سابيلتي ستيتس. دلوقتي انا فاتح 3 دي، تمام، بس 3 دي ده مش 3 دي ده ولا 3 دي، يعني 3 دي فيو، ولكن اللي انا فاتحه دلوقتي عايز اشوف فيه الاظهار المظبوط بتاعي اللي هو 3 دي فيو، اللي هو الفيورنج بتاعه 3 دي. هقول له احط له التشيك مارك دي واحط له التشيك مارك دي. ده اللي هو فيو سوليد وان اوبستراكتد. اقول له اوكي، هبص تلاقي شكل الحديد بتاعي الجميل ظهر كده. وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد، وهدوء